النهارده بقى عامله لكم المخبوزات اللي مفيش حد اختلف عليها في جمالها وشكلها لطيف، كبار وصغيرين بيحبوها، الا وهي مخبوزات البريتزل. حلوه جدا، بنجيبها من بره ومكتوب عليها هنا مخبوزه وان هي صحيه. طبعا ماشي بتبقى مخبوزه، بس طبعا انتوا عارفين مش بتبقى صحيه بنسبه كبيره، وتبقى السعرات كمان فيها عاليه جدا جدا جدا، لان بيبقى فيها زيت نخيل. النهارده عاملها لكم بطريقه صحيه جدا ومحسوبه السعرات، وطعمها في منتهى الجمال ومقرمشه جدا. يلا بينا على المقادير. اول حاجه المقادير زي ما احنا شفناها على الشاشه كده، ناخدها سكرين شوت ونبدا مع بعضينا. عندي 50 جرام دقيق شوفان و50 جرام دقيق قمح كامل، يعني نص كوبايه ونص كوبايه. تمام، بحطهم على بعض زي ما احنا شايفين كده. زيت زيتون طبعا بديل لزيت النخيل اللي بيحطوه في الوصفه، وكوبايه ميه يعني يعتبر سخنه شويه، متبقاش بارده خالص. وعندي هنا حاجات اختياري وحاجات اجباري. عندي الحاجات الاجباري البيكنج باودر، نص معلقه صغيره بيكنج باودر، ملح، تمام، رشة ملح حسب الرغبة. وهنا بقى دي الحاجات الإجباري، لكن الحاجات الاختيارية بابريكا، معلقة صغنونة خالص بابريكا، توم وبصل باودر وكركم. يعني انتوا ممكن تستغنوا عن 3 حاجات دول، لكن ما تستغنوش عن البيكنج باودر والملح. تمام. أول حاجة هنزل بنص كوباية الشوفان، دي شوفان، ونص كوباية دي القمح الكامل على بعض. ما ينفعش الشوفان لوحده يا جماعة، رخم جدا في التشكيل. تمام، يعني الشوفان لوحده ممكن نحط عليه نسبة دي قمح كامل، لكن يبقى شوفان لوحده هيبقى صعب جدا التشكيل. هنزل بقى بكل السبايسز اللي عندي كلها على بعضها. تمام، وبعدين هنزل بحوالي معلقة كبيرة 15 جرام زيت زيتون. هو المفروض في الوصفة الأصلية بحط معلقتين، بس هي كفاية بالنسبة لي معلقة واحدة عشان ما ازودش سعرات ومعليش سعرات. برضو زيت الزيتون سعراته عالية. ممكن تحطوا أي زيت تاني بتحبوه، مفيش مشكلة للناس اللي مبتحبش طعم زيت الزيتون. وبعدين هبتدي اقلب بقى كل ده مع بعضه بحيث يتجانس والدقيق كله مع بعضه يخش كله في بعضه. اوكي، وبعدين هبتدي ازود ميه. بزود الاول حوالي معلقتين كبار الاول ميه بالتدريج، ما بقاش كله مره واحده، لان الشوفان بياخد يعني في شوفان بياخد سوائل بسرعه، وفي شوفان بيمتص السوائل بصعوبه شويه، فعلى حسب، واحده واحده وازود واحده واحده. فاهمين قصدي؟ ما تنسوش وانتوا بتشوفوا الفيديو دلوقتي تدوا له لايك، اوكي، وتكتبوا لي تعليق حلو كده قمر زيكم عشان بس يشجعني. اوكي، هبتدي بقى الم كله. حطيت على فكره شويه ميه كمان صغيرين، وهبتدي اقلب على قد ما اقدر. ما تحطوش ميه مره واحده، حطوا واحده واحده عشان خاطر ما تعرفوش العجينه تبقى عامله ازاي. بصوا هي ملزقه. تمام اهو، انا خدت حوالي ربع كوبايه الميه، مش هحط ميه تاني خلاص. هبتدي اعجن فيها بقى واسيبها ترتاح على جنب شويه لغايه ما الشوفان يمتص السوائل مع دقيق القمح الكامل، وتبقى العجينه لينه معايا وكويسه، وان شاء الله ما بقاش فيها اي تشقق خالص. بصوا شكلها اهو. سبت بقى العجينه ارتاحت شويه، بقت لينه وحلوه الحمد لله. زي ما قلت لكم ما ينفعش الشوفان لوحده، لازم شوفان ودي قمح كامل، او دي قمح كامل بس، لان الشوفان رخم شويه بيشقق ومتعب في التشكيل، خصوصا ان احنا نعمله حاجات صغيره. هنشكل بقى ازاي؟ هناخد من العجينه قطعه صغيره خالص خالص قد عقله صباعي كده بالظبط، اوكي، وهنبتدي نشتغل بيها على الكاونتر، ونبتدي نعملها كده. بصوا كل ما رققتوا العجينه او عملتوها رفيعه اكتر، كل ما خدتوا الشكل احسن، كل ما قرمشت اكتر في الفرن. فاهمين قصدي؟ يعني ما نعملهاش السمك كده، لا، احنا عايزين تبقى ارفع من كده او اطول من كده. فاهمين قصدي؟ اهو هوريكم بعملها ازاي. طبعا في الوقت ده بكون مسخنه الفرن على درجه حراره مثلا 180 او وسط، وهحطها طبعا في الرف اللي في النص. مجرد بس ما تاخد لون من تحت هطفي عليها واشغل عليها الشوايه من فوق تاخد لون ان شاء الله. تمام، بصوا اهي، انتوا فاهمين الفكره؟ خلاص انا كده سويت الاطراف كلها. ثانيه اقرب لكم كده الدنيا بس عشان شايفين اهو. سويت الاطراف وكله بقى تمام. طيب هشكل بقى شكل البريتزلز ازاي. اهي بعمل، شايفين اهو، كأني بعمل نص دايرة او كأني بعمل اللي هو حرف الصاد بالعربي، اوكي، وبجيب الطرف التاني احطه برضو عليها كده اهو. بقيت بالمنظر القمر ده اهي اهي، ده الشكل، وادي شكلها اهو من قدام من ورا. هكون انا جايبه صينيه، ممكن ادهن صينيه او ممكن اجيب صينيه عليها ورق زبده، مفيش اي مشكله.
عادي جدا. مش هدهن الصينيه لان اوريدي العجينه فيها زيت زيتون. هبتدي بقى اشكل في بقيه كميه العجين اللي عندي كلها. لازم يا جماعه الصبر، هو الموضوع بياخد بس وقت شويه، بس ممتع والله، والنتيجه بجد مرضيه قوي قوي زي ما علمتكم كده بالظبط. ترفعوا فيها على قد ما تقدروا بتبقى النتيجه احلى واشيك. فاهمين قصدي؟ اهو بشيل الزوايد وابتدي برضو اعمل 1 و2 و3 لغايه ما اخلص الكميه كلها معايا. اهو بصوا انا بعيدها مره و2 و3 عشان الموضوع يبقى بالنسبه لكم very easy او سهل جدا جدا يعني. خلاص هشكل لغايه ما اخلص بقى الكميه كلها، هوريكم شكلها في الصينيه عامل ازاي. دي شكل الصينيه خلص بعد ما خلصتها كلها. هجيب بقى شويه لبن صغيرين احط عليهم شويه نسكافيه عشان ادهن البريتزلز من على الوش كده عشان تدي لون ذهبي ولذيذ اقرب للجاهزه اللي بره. ممكن ادهنها مثلا ببيض ولبن ورشه نسكافيه او شويه خل صغننين اللي انتوا تحبوه، مفيش اي مشكله. ممكن ما تدهنهاش خالص، مفيش اي مشكله. هدهن بقى البريتزلايه وبعدين احطها في فرن نار متوسطه لمده مثلا 10 دقايق او حسب الفرن عندكم، طبعا بتختلف من فرن لفرن. مجرد بس ما تاخد لون من تحت هطفي عليها واشغل عليها الشوايه، وبعد ما خلاص تاخد اللون اللي عاوزاه هطفي عليها واسيبها في الفرن شويه عشان تقرمش اكتر واكتر. هوريكم بقى ان شاء الله شكلها اول ما تطلع من الفرن باذن الله. شكل البريتزلز بعد ما طلعت معايا من الفرن. شوفوا شكلها قد ايه حلو وجميله جدا، هشه جدا. ريحه البريتزلز بجد حلوه قوي قوي. بس نصيحه، بعد ما تخبزوها سيبوها في الفرن شويه لغايه ما الفرن تهدى خالص، وبعدين طلعوها عشان خاطر تقرمش معانا وتبقى طعمها حلو. بصوا كده شكلها من قريب اهي. بصوا شكلها ولا محروقه ولا اي حاجه، درجه التسويه بتاعتها عاليه جدا، هشه فوق ما تتخيلوا. طعمها احلى من الجاهزه بكتير، لان الجاهزه اوكي مش مقليه في زيت ولا حاجه ومعموله بدقيق قمح على عيني وعلى راسي، بس محطوط لها زيت نخيل، وزيت النخيل ده من اسوأ انواع الزيوت اللي ممكن تتخيلوها في الدنيا، وضار جدا وبيبوظ لنا الدايت تماما، بيبوظ حياتنا كلها. فده معمول بزيت الزيتون فطعمها حلو جدا. شكلها لطيف قوي قوي قوي، وما يعني ممكن تعملوها ارفع من كده زي ما انتوا عاوزين، زي ما تتحكموا براحتكم في السمك بتاعها، مفيش اي مشكله. هندوق بقى دلوقتي مع بعضينا. هقول لكم قبل ما ندوق السعرات بتاعه الكميه دي كلها طلعت معايا حوالي 554 كالوري، ودول كلهم طلعوا معايا حوالي 25 قطعه. ال 25 قطعه طلعت فيها حوالي 22 كالوري الواحدة، 22 كالوري. فلما اخد لنا بقى مثلا 3 4 5 كده على الصبح على الفطار، هيبقى يعني حاجة مرضية جدا تظبط لنا الكارب معانا في اليوم، وطبعا كارب صحي لان احنا حاطين دقيق شوفان ودقيق قمح كامل، فالطعم ملوش حل. الشكل لذيذ جدا، واللون زي ما انتم شايفين ما يختلفش على الاتنين زي ما بيقولوا. هندوق دلوقتي مع بعضينا واوريكم منظرها عامل ازاي قبل اي حاجة. بصوا بتتكسر بمنتهى السهوله، هشه جدا جدا. هندوق بقى مع بعضينا. طبعا هشه جدا، طعمها حلو قوي 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 فوق ما تتخيلوا. يا رب تكون حلقه النهارده تكون عجبتكم. مش بقى اللايك والشير والسبسكرايب والفيسبوك والانستجرام والتيك توك، وبحبكم جدا يا احلى واجمل عيله سكر دايت. سلام.